يلا نخزن النهارده ورق العنب. النهارده هنخزنه بطريقتين. شايفين الاول ورقه العنب عامله ازاي؟ لازم ورقه العنب تبقى ناعمه وما فيهاش بذور كتير. بصوا الناحيه دي المطفيه ودي الناعمه، لازم تبقى ناعمه كده عشان تبقى الورقه كويسه. هنخزنهم النهارده بطريقتين، الطريقه التقليديه هنسلقه، وكمان هقول لكم ازاي تخزنوه زي ما هو. طبعا انا جبت الورق، عايزين تغسلوه اغسلوه، مش عايزين تغسلوه براحتكم. وبعد كده بنشيل العنقود اللي موجود هنا، بخلي شويه يعني واحد كده ورقه كبيره بعنقود من تحت، بفضل ارص عليها عشان تبقى ثابته كده. شايفين ماسكه نفسها ازاي؟ دي اللي انا هسلقها. لكن انا هعمل طريقه تانية للتخزين. اول طريقه معانا هنسلق ورق العنب. معانا حله هنا فيها ميه سخنه، هنحط لها نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه كمون حب، وعصير ليمونتين 3 كده. ولو عايزين تختصروا كل ده ممكن تحطوا معلقه صغيره ملح ليمون، بس انا ما بحبوش. اول لما يبدا يغلي بالشكل ده نجيب بقى ورق العنب بتاعنا وننزله، وهنسيبه بالظبط يعني دقيقة دقيقتين، أنا مش بحب أخليه كتير. وطبعا لما نيجي نسلق ورق العنب نسلقه في حلة صغنطوطة علشان ما يبهدلش الدنيا. بصوا، والورق العنب اللي أنا بخزنه أنا ما بسلقهوش كتير، يا دوبك دقيقة وبروح مطلعاه بالشكل ده، ونحطه بقى في المصفى وحطه في أي حاجة يتصفى. ننزلها وهفضل اعمل كده لغايه لما اسلق كل ورق العنب اللي معايا. دي اول طريقه معايا، وبعد كده هنصفيها ونكمل الباقي بنفس الطريقه. تاني طريقه معانا من غير سلق، من غير اي حاجه. هنجيب ستريتش وناخد شويه ورق عنب بالشكل ده ونبدا نلفهم. الطريقه دي ليها ميزه وليها عيب، هقوله لكم دلوقتي اهو. وبنغلفها كده المهم ما يبقاش فيها اي هواء اهو. المهم نضغط عليها كده عشان ما يبقاش فيها اي هواء بالشكل ده. نجيب ورق العنب اهو ونلفها بالشكل ده من غير سلق، من غير اي حاجه. اهم حاجه ما ينفعش يبقى فيها ميه خالص وتبقى مفروده ومتظبطه. لازم تبقى الورقه ناشفه خالص، يعني لو غسلتوا الورق مفيش مشكله، لازم تنشفوه كويس جدا. بصوا بنفضل نعمل كده لغايه لما يتلف كويس جدا. بصوا معايا، بعد ما احنا غلفنا الطريقه التانية بالشكل ده، طريقه الحفظ بتاعتهم لازم يتحطوا في علبه، ما ينفعش احطهم في كيس في الفريزر كده، هيتكسروا لما اجي اطلعهم او اي حاجه هتبهدلهم، فلازم يتحطوا في علبه. فنجيب علب كده، علب ثلاجه، ونبدا نحطهم بالشكل ده ونقفلها وندخلها الفريزر. عيوب الطريقه دي ان هي لو ما حطيتهاش في علبه هتتكسر معاكم، بس هي طريقه ناجحه، بس انا ما بحبهاش قوي. الطريقه اللي انا بحبها طريقه ستي وستك، اللي هي السلق العاديه جدا. اهي انا خلاص سلقتهم وخلاص بردوا وبقوا تمام. دلوقتي بقى هنغلفهم. نجيب بقى الاكياس العاديه خالص بتاعه الحفظ ونرصها. هحط بقى في الكيس بتاعي على حسب الاستخدام، يعني انا هحط 2 وافضيهم خالص من الهواء وهقفلها. وخلاص غلفنا بقى ورق العنب بتاعنا في الاكياس. دلوقتي بقى هنروح نحطه في الفريزر. بالنسبه للطريقه دي، بعد ما نحطه في الفريزر بنطلعه نسيبه يفك مثلا 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده نشيل الاسترتش ونسلقه في الميه ونستخدمه عادي جدا. تقدروا تستخدموه في اوقات بيبقى ورق العنب عندنا بيبقى دهبان قوي، فساعتها ممكن تطلعيه من الفريزر تحشيه على طول، ما تحتاجيش تسلقيه. بس انا بفضل ان احنا نطلعه ونديله سلقه بس دقيقه في غمره بس في الميه السخنه، ونطلعه تاني بالطريقه المعتاده. ودول الطريقتين اللي كانوا معانا النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا فولو على صفحتي على الفيسبوك لو عجبكم الفيديو، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب باسم نرمين صبري. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.